واخيرا بعد ما خلصنا مسلسلات رمضان الواحد رجع تاني يدخل سينما، وشفت النهاردة فيلم سيكو سيكو، وهو اول فيلم سينمائي للمخرج عمر المهندس بعد ما قدم نفسه بقوة من خلال مسلسل بالطو. السيناريو لمحمد الدباح متماسك من كتابة الشخصيات وتحولاتهم الدرامية، وكلها منطقية جدا. وطبعا على مستوى تصميم المواقف الكوميدية الفيلم رائع، ومن افضل الافلام الكوميدية في اخر 5 سنين. وعلشان اكون صريح انا ضحكت بصوت في القاعة، ودي نادر لما تحصل معايا. عصام عمر وطه دسوقي ادائهم والكيمياء بينهم من اجمل ما يمكن، وكل واحد فيهم مقدم اداء ممتاز. كمان باسم سمرة ظهوره جيد جدا، وعلي صبحي دوره حلو، واحمد عبد الحميد كذلك، ومحمود عزب عنده مشهد ظريف جدا. وفي شخصيات بقى لممثلين الحقيقة انا اول مرة اشوفهم، بس كلهم دمهم خفيف جدا. الاخراج ممتاز، وفي عنصر نادر لما يكون متميز في الافلام الكوميدية، وهي التجربة البصرية والالوان، وحقيقة عجبتني جدا. وكمان المونتاج والموسيقى التصويرية في بعض الحاجات اللي هي مهوية شوية وما تتبلعش، ولكن دي موجودة في كل فيلم كوميدي. وانا انبسطت جدا. تقييمي النهائي 8.5 من 10.